تعرف ان اللينسز ممكن تسبب لك العمى او تسبب لك العمى؟ ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هتكلم معاكم عن اضرار اللينسز وفوائدها كمان وازاي نستخدمها. اولا اللينسز ما ينفعش نستخدم اي لينسز مجهوله المصدر كده وخلاص، لازم تكون طبيه، او لو رايحين مناسبه وعايزين نلبس لون معين فياريت تكون للمناسبه بس. ما ينفعش ننام باللينسز خالص، ما ينفعش نستخدم لينسز طبيه بدون استشاره طبيه، ما ينفعش ان احنا نغيرها ونحطها من غير ما نغسل ايدينا. اولا اللينسز اضرارها كتير، وفعلا زي ما قلت لك هي ممكن تسبب لك العمى. اولا هي بتسبب لك احمرار في عينك مع شيلها وحطها، بتسبب لك الحكه والهرش المستمر في عينك، ممكن تسبب دموع في عينك، ومع الوقت بتعمل خدوش في القرنيه هي اللي هتسبب لك العمى. طب هنعمل معاها ايه؟ اول حاجه هنستخدم اللينسز زي ما قلت لك تبع استشاره طبيه. ثانيا اللينسز تكون من مكان موثوق فيه، مش اي مكان بتاع مستحضرات تجميل نشتري منه لينسز وخلاص. ثالثا وده الاهم، لازم نغسل ايدينا قبل وبعد استخدام اللينسز، لازم نغير لها المحلول المعقم بتاعها، لازم ننظف الوعاء نفسه او الحاجه اللي انت حاطه فيها المحلول المعقم ذات نفسه ونغيره باستمرار. لازم تقصي ضوافرك وانت بتحطي اللينسز، وما ينفعش تحطيها مثلا بضوافرك، لازم تحطيها ببطن صوبعك زي كده، تشيليها وتحطيها بنفس الحاجه كده. لازم اللينسز تبقى بتاعتك انت وبس، ما ينفعش تدعكي في عينك واللينسز موجوده، ما ينفعش تنامي بيها تحت اي سبب، مع الوقت هتعمل لك انفكشن، هتسبب لك عدوى في عينك. ما ينفعش انت مثلا تكوني بتحطيها وعايزه حد يشيلها لك، او ما بتعرفيش تحطيها وتجيبي حد تاني هو اللي يحطها لك. كل الحاجات دي بتسبب لك انفكشن من ايد لايد، العدوى هتفضل تتنقل. ما ينفعش اللينسز بتاعتك ولون معين واختك عايزاها تديها لها، استحاله، ما ينفعش. وانتي بتحطي ميك اب لازم تخلي بالك لو اللينسز موجوده، لو رجعتي ورا او وقعتي ممكن لا قدر الله اللينسز تتزحلق وتقع ورا في الشبكيه، ودي هتسبب لك مشكله كبيره جدا. لازم تخلي بالك على نفسك كويس وتعيشيها صح. لو انت بقى مضطره جدا انك تلبسي اللينسز عشان الدكتور او قالك البسي نضاره، يا ريت تلجئي للنضاره وخلي اللينسز لو رايحه مناسبه مهمه. النضاره مش وحشه، او تلجئي للعمليات الليزك مثلا، او تعملي اي حاجه من العمليات حسب الدكتور ما هيقولك تكون احسن لك من اللينسز، لان اللينسز بجد اضرارها كتير جدا وبنشوف منها مشاكل كتير قوي، لانها بتسبب جروح وخدوش جامده في القرنيه. خلي بالكم على نفسكم وعيشوها صح.